السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة بقى جايين بالفيديو الأصلي المصري الأصيل، الفطار المصري اللي كنا بنحبه وما نقدرش نستغنى عنه، سواء في رمضان كنا بنسحر بيه أو من غير رمضان. بيبقى الطبق الرئيسي بتاعنا في الفطار اللي هو الفول. طبق الفول بتاعنا الجميل اللي احنا بناكله على الفطار وما نستغناش عنه، بالطريقة بتاعتي المميزة الجميلة. لو جربتيها تعتمديها ومش هتعملي غيرها ان شاء الله. يلا نشوف احنا هنعمل ايه. ده الفول انا نقعاه، غسلاه ونقعاه بقالي حوالي ساعتين. فول العادي يا جماعة اهوت، نقعاه بقالي حوالي ساعتين. دلوقتي انا هغسله، انا غسلاه بس هغسله كمان مرة وهنقله معايا في الفوالة بتاعتي. خلاص بقى اغسله وانقله في الفوالة بتاعتي. كده انا شطفته وحطيته في الفوالة بتاعتي وحطيت عليه ميه، غطيته بالميه وبعدين ولعت البوتاجاز على السلين الصغيره وحطيته. هياخد معايا غلوتين اتنين بس يا جماعه، غلوتين اتنين بس، وبعد كده هتشوفوا انا هعمل فيه. كده الفول معايا غلي اهوت، خد حوالي غلوتين تلاتة. حلو قوي كده معايا، كفايه كده على البوتاجاز. هوريكم دلوقتي احنا ايه هنعمل ايه. ده اسمه سخان، بيجي مخصوص يا جماعة للفول. ده بيجي مخصوص للفول، بنوصله بالكهرباء، سخان بالكهرباء بنوصله بالكهرباء وبنحط عليه الفول. فبعد الفول ما بياخد غلوتين على البوتاجاز بنجيبه هنا بتحطيه وبتنسيه بقى. يعني لو عاملاه بالليل بسيبه للصبح على السخان ده، بيهديه بيسويه. سوري يا جماعة، بيسويه على الهادي، بيخلي القشره بتاعته. يعني حبيت الفول بتبقى دايبه والقشره بتبقى دايبه. شفت الزبده كده بتبقى دايبه ببعضها بصراحه. ولو ما عندكيش السخان عادي مفيش اي مشكله، اعمليها على البوتاجاز عادي. هو ياخد وقت معاكي بس كل ما بتنقعيه ما بيغيبش في السوا معاكي. فده انا كنت بستنى، ده كنت جايباه من زمان قوي بصراحه، يعني بقاله حوالي 13 14 سنه في الحدود دي، من زمان قوي. يعني ما اعرفش لسه موجود يا جماعه ولا لا. حتى لو شفت شكله هتحس ان هو قدم لان يعني قديم، بس حلو بصراحة. يعني بينجزني في سوى الفول وبيخليه حلو قوي 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 قوي. انا دلوقتي هجيبه وهحطه ايه على السخان. هسيبه على السخان شوية برضو ولحد ما ايه شوية كده، وبضيف له الاضافات اللي انا ايه بضيفها له عشان كله بيستوعوا ايه مع بعض. فانا دلوقتي هجيبه احطه على السخان واجهز له الحاجات اللي انا ايه هحطها له. كده انا سبته حوالي ساعة، هبدأ بقى احط الاضافات بتاعتي. ده حوالي 3 فصوص توم مفرومين، انا دقاهم يعني، ومعاهم طماطمايه كده يعني وسط مقطعاها. تمام. الاضافات دي يا جماعه بتفرق قوي قوي في الطعم والله. لما تعمليها زي الطريقه بتاعتي كده هتلاقيها فرقت قوي 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 معاكي. جربي بس الطريقه بتاعتي دي، في ناس